الدنيا لما بتبقى سالكه بتبقى سالكه. حكم بالعزل، وعندك النهارده 52,000 مشجع هيبقوا موجودين في مباراه الرجاء. الفرحه بتبقى حلوه، عارف انت. احنا في ايام مباركه، رمضان كريم بقى على الناس كلها. فالحمد لله بفضل الله جمهور الاهلي هيبقى موجود في مباراه الرجاء ب 52,000 مشجع. الاهلي خلاص حصل على الموافقات الامنيه والامور طيبه الحمد لله بفضل الله. فاللي حصل بقى في مباراه الهلال من تشجيع وحضور مثالي للجمهور ان شاء الله يكون موجود في مباراه الاهلي مع الرجاء. خاصه الرجاء الفتره الاخيره واقع. الرجاء شايفينه اخر 4 مباريات في الدوري، عندك مباراتين هزيمه ومباراتين تعادل، والرجاء بيعاني بشده خامس الدوري هناك. لكن ده ما يعطينا انطباع ان احنا لازم ننزل المباراه ديت عاطين احترامنا للرجاء، عاطين اهتمامنا بمباراه الرجاء. كمان عمو كولر في مباراه سموحه الجايه يحاول بقدر الامكان يريح اللعيبه الاساسيه، لان الرجاء في المباراه الاخيره ما لعبش باللعيبه الاساسيه اغلبها يعني. لكن بنقول عمو كولر مباراه سموحه الله يكرمك، علي معلول عايز يريح، الشناوي عايز يريح، انت ريحت بيرسي تاو برضه، قعت اللعيبه الاساسيه كتير جدا راحه زي حسين الشحات برضه ومروان عطيه وحمدي فتحي عايزين راحه. فلازم نهتم بمباراه سموحه. الاستعداد بيتم من مباراه الرجاء من مباراه سموحه، فانت لازم تريح اللعيبه دي. كمان الفرحه جايه بفرحه عزل مرتضى منصور حكم من محكمه القضاء الاداري النهارده، قال لك لا الراجل ده لازم يتعزل ولازم اللائحه تطبق اللائحه الاسترشاديه. يعني بص الدنيا سالكه، الدنيا سالكه والدنيا فل. حاجه تانية، الراجل امبارح طلع زعلان قوي ومحموق قوي وحازق قوي على نفسه، انه بيقول لك ايه بقى، اللي جمهور الاهلي كان بيشبس الجبال. بص اي سب في اي حته مرفوض شكلا الموضوع. الحاجه التانية، احنا طالبنا كجمهور الاهلي ان في قله منتسه لازم تتشال من الجمهور، خاصه كان في مباراه فاركو الاخيره. فبالتالي ان انت تستغل الاجواء ديت وتستغل الحاجات ديت ده مش حلو. وسبحان الله ربنا عطاك على قد نيتك النهارده وتم العزل يعني تم يعني خلاص حكم مؤكد اهوت ان انت وزاره الشباب انت اعزلي بقى، ما عادش ليك حجه. وزير الشباب ملوش حجه، قال لك احنا مع استقرار النادي. طيب يا سيدي استقرار النادي، ما تبقاش محزوق قوي ان 3 4 شتمهم وراجل طول الليل شغال شخره بالكهرباء بيشتم. فبالتالي انت كمان قم بدورك، قم بمسؤوليتك، قم ب دورك كوزير ان انت تحافظ على استقرار الانديه، وفي نفس الوقت ان انت برضو يكون دورك قيادي ان انت ما تشوف حاجه غلط بتقف عندها. في نفس الوقت طبق القانون بقى، بلاش حاجه وهي ما تبقاش في خوف، ما يبقاش في خوف. الخوف يعني منتشر قوي في الوزاره، والوزاره بصراحه حاجه تكسف، حاجه تكسف يعني، ما الوحيده اللي في مصر ما بتقومش بدورها يعني. فان شاء الله نرتاح بقى من قناه الزمالك والناس اللي كانت بتطلع بتهز الراس اليومين اللي فاتوا دول، ونبدا بقى نفتح صفحه جديده في الرياضه المصريه ونعيش فتره استقرار، فتره نقاهه. احنا كنا قاعدين فتره نقاهه شهر، رجعت النقاهه بدات تتلوث يعني. لكن مبروك لكل جمهور الاهلي، 50,000 مشجع في مباراه الرجاء يهزوا الصخر يهزوا الملعب كله. اكيد الملعب هيبقى ممتلئ، اللعيبه كمان هيبقى عندها دافع كبير جدا. لعبه مباراه الهلال وحققت نتيجه كبيره 3، فبالتالي احنا محتاجين نفس الجمهور، نفس الاداء اللي كان موجود في المباراه واقوى كمان وافضل، نفس الاداء يكون اقوى وافضل. واللعيبه مطالبه انها تبذل مجهود كبير جدا عشان ان شاء الله ان احنا نكسب المباراه ديت. هنستعيد طبعا جهود محمد عبد المنعم، جهود بيرستاو اللي رجع من الاصابه، في نفس الوقت هيبقى عندك حسين الشحات، وان شاء الله طاهر بدا يرجع، وكمان احمد عبد القادر يكون رجع في الفتره دي. فمطلوب بقى الفتره الجايه الجمهور يبدا بقى يظبط حاله بالتشجيع المثالي، ونبدا بقى نشوف تيفو او دخله يشجعوا اللعيبه يحفزوا اللعيبه في المباراه ديت. نستغل الجمهور اللي هيبقى موجود المباراه الثانيه على التوالي في افريقيا، هيبقى عندك جمهور حاضر في الملعب كله، فبالتالي كل ده هيكون تاثيره ايجابي على المباراه. ان شاء الله باذن الله باذن الله تتم على خير. ان شاء الله جمهور الاهلي الواعي يطلع بالمباراه بصوره مشرفه باذن الله عن الاهلي.